قصيدة هجاء بعنوان إيناس الدغيدي. وقفت أمام المرآة بزينتها وابتسمت بخداع ولؤم المقامرة، ونظرت لذلك الوجه الشاحب الملون بأصبغة ورسوم نافرة، وقالت: انظروا إلي فأنا إيناس الدغيدي للعهر ناشرة، مروجة للفسق بأنواعه ما استطعت، ولن يوقفني أحد، وبالمعصية مجاهرة. لا أحب أن يوجه إلي لوم أو كلام، فأنا بذيئة ومشاجرة. أحب التمرد والمخالفة للشرائع، ولا أهتم بأن يقال عني عاهرة. حديث الناس والمجالس أنا، وأسعد بأن يكتب بأني فاجرة. رجل واحد لا يكفيني، وأهوى جميع الرجال وعلى حبهم قادرة. وأحب أن يكتب عني بأنني مرغوبة، وبفنون الحب ماهرة. الليالي كلها حمراء وطويلة، وأتمتع فيها كسيدة معاصرة. جسدي مليء بنشوة الحب، ولا أهدأ أبدا، وعيناي تبقى ساهرة. أطلب وأرغب وأتمنى الكثير، والمتعة غريزة وشهوتي حاضرة. ومن عرفني من الرجال كامرأة، يشهد بما ارتوى بأني ساحرة. مثيرة أنا للجدل، وطرحي عقيم، أناقش به وعلى الحق مكابرة. لا أحب أن أكون بمفردي بالمغامرات، ولا أحب أن أخرج خاسرة. منذ أن كنت صغيرة كان حلمي عندما أكبر أن أكون مغايرة لقوانين وسننا لم أحبها، ولتعاليم كنت لها غادرة. ما بداخلي كثير ولا أبوح به، كي لا يفسر بأنه نزوة عابرة. ما سمي بطريق الفن والشهرة هو مسلكي، لتبقى العيون إلي ناظرة. المشاكسة خلق لي وطبع يلازمني، فأنا صاحبة حيل ماكرة. العفة والعفاف والشرف مفردات، لست أدري إن كانت علي ظاهرة. سأكون سفيرة للنوايا المكبوتة، وعن هذه البلاد سأرحل مهاجرة. ومختفي الأثر سيبحث عني، ولن يجد بقايا لامرأة لم تكن يوما ما طاهرة.